بعد اذنك يا استاذ، انا عايز اعرف هو ابني جاب صفر في الامتحانات ليه؟ وهو معقول يبقى كل اجاباته تبقى غلط؟ بالعكس، ابنك ما جاوبش ولا اجابة غلط. الله، امال اديته صفر ليه؟ طب ثانية واحدة وهقرا لك كل الإجابات بتاعته وانت تحكم. بص بقى يا سيدي، السؤال الأول: في أي معركة لقى عنتر بن شداد مصرعه؟ وابني جاوب ايه يا أستاذ؟ ابنك مجاوب في معركته الأخيرة. السؤال التاني: أين تم توقيع اتفاقية جنيف؟ تخيل ابنك جاوب بإيه؟ ابني جاوب بإيه يا أستاذ؟ ابنك مجاوب أسفل الورقة. هو حضرتك لسه هتستغرب؟ هو أنت لسه شفت حاجة؟ السؤال التالت: ما هو السبب الرئيسي للطلاق؟ طب هو جاوب على السؤال ده بإيه يا أستاذ؟ ده حتى السؤال سهل. الباشا ابنك مجاوب الجواز. والسؤال الرابع بقى والأخير: اذكر 3 أنواع من السمك. الباشا ابنك بقى مجاوب مقلي ومشوي وسنجاري. ايه رأيك بقى في الإجابات دي؟ أقنعتني يا أستاذ. لو عندك درجة تحت الصفر اديها له. ماما، تعرفي انا نفسي في ايه يا ماما؟ نفسك في ايه يا حبيبي؟ انا نفسي يا ماما يبقى عندي ال7 جواري كده زي مسلسل حريم السلطان. وهتعمل ايه يا حبيبي لو عندك ال7 جواري؟ ده انا هعمل كتير قوي يا ماما. يعني هخلي كل واحدة وليها حاجة تعملها. مثلا هخلي واحدة تطبخ لي بس يكون نفسها حلو في الاكل، وواحدة تغسل لي هدومي بس تكون بتعرف تنظف الهدوم كويس، وواحدة تنضف لي البيت كله، وواحدة تغني لي بس يكون صوتها حلو كده وعامل زي الكروان، وواحدة تحميني بس تكون بتعرف تمسك الليفة كويس، وواحدة تسهر معايا بس يكون دمها خفيف كده وفرفوشة، وواحدة قبل ما انزل تنزل على طول تغسل لي العربية وتنضفها لي من جوه ومن بره كويس. طب ومفيش واحدة هتنام جنبك يا حبيبي عشان تونسك؟ لا طبعا، انا هنام جنبك انت يا ماما عشان انا بحبك انت يا ماما. امال ال7 جواري اللي انت عايزهم دولت يا حبيبي هيناموا فين؟ هنيمهم عند بابا. ربنا يخليك لينا يا مولاي. الا بقولك ايه يا بابا، انا كنت عايزه اسالك سؤال كده محيرني قوي. وماله؟ اسال يا اخويا، بس ما يكونش سؤال غبي من الاسئله بتاعتك دي. بس السؤال فعلا محيرني يا بابا. طب ما تسال يا ابني. هو انا اعمل ايه يا بابا لما اتجوز عشان مراتي ما تنكدش عليا كل يوم وليل ونهار؟ تصدق يا ابني هي دي الأسئلة فعلا. هو سؤال محير شوية بس برضه هرد عليك فيه. بس أنا جاتلي فكرة وهقولك تعمل ايه عشان تعدي المواقف مع مراتك. ايه ده بجد يا بابا؟ ايوه يا ابني طبعا بجد، بس عايزك يا ابني تصبر لحد ما امك تيجي عشان اوريك المثل على اصوله. ماشي يا بابا. بقولك ايه يا اخويا، هو انت قاعد لي في البيت زي قرد قطع ولا ايه؟ ولا منك غسلت لي المواعين ولا نظفت الحمام ولا غسلت السجاد ولا عملت اي حاجة؟ الله، بس ايه الحلاوة دي يا شيماء؟ ده انت ولا كأنك رجعتي 30 سنة بحالهم. لا ده انت كده بتصغري بقى مش بتكبري. ده انت بقيتي اجمل من عروسة البحر كمان يا شيماء. ما تكسفنيش بقى يا عبدو قدام الواد. حد يكسف من ابويا يا شيماء؟ ده ابنك بقى عامل زي ابوكي وانت بقيتي عاملة زي بنته. طب انا هروح اعمل لك كيكة يا سيد الناس. تسلم ايدك مقدما يا حبيبتي. شفت ازاي تتعامل مع المواقف دي يا ابن الورمة؟ لا ده انت طلعت مصيبة بصحيح يا بابا. بابا. ايوه يا ابني، عايز ايه؟ انا عايز اعرف حاجة يا بابا، هما الستات دولت عاملين زي ايه بالظبط؟ بص يا حبيبي، الستات دولت انواع كتير قوي، وكل نوع وليه اسلوبه وليه طريقته. ازاي انواع يا بابا وليهم اسلوبهم وطريقتهم؟ مش في الاخر هما كلهم ستات؟ ايوه يا حبيبي، في الاخر كلهم ستات، بس في ست لئيمة وخبيثة وفي ست طيبة. عشان كده بقولك كل ست وليها طريقتها وليها اسلوبها الخاص. طب انا اعرف افرق ما بينهم ازاي يا بابا؟ بص يا حبيبي، مثلا الست الطيبة بتتعامل بحسن نية كده واللي في قلبها على لسانها على طول، ومش بتعرف تزوق الكلام وبتقوله زي ما هو على طول، عشان كده كل الناس بيزعلوا منها. طب والست اللئيمة والخبيثة يا بابا؟ اما الست اللئيمة وخبيثة تحس اللي هي بتعمل كل حاجة في ظهرك وما بتحسسكش بأي حاجة لحد ما تتفاجئ وتلاقي المصيبة جايلك لحد عندك وانت قاعد في أمان الله. بس في الآخر يا حبيبي الستات كلهم عاملين زي المباحث بالظبط، تبقى عارفة كل اللي انت عملته بس بتحب تسمعك وانت بتكذب عليها.
انا مش عارف الفقر والنحس اللي بيحل عليا ده سببه ايه. مش عارف ليه احساسي كده ان شيماء هي اللي بتدعي عليا، وانا هخسر ايه يعني؟ ما انا اندهها واشوفها هي بتدعيلي ولا بتدعي عليا. يا شيماء تعالي هنا عشان انا عايزك يا شيماء. ايوه يا عبدو، عايز ايه؟ انا كنت عايزه اسالك في حاجه يا شيماء. قولي يا عبدو، انت عايز تسال في ايه؟ فاكره يا حبيبتي لما كنت بتدعيلي ايام الخطوبه، وكنت على طول تدعيلي وتقوليلي اللهم لا تريني فيه بأسا يؤذيني؟ فاكره الدعاء ده يا شيماء لما كنت بتدعوهولي؟ ايوه طبعا يا عبدو، انا فاكره الدعاء ده كويس. ده انا لسه حتى بدعيلك لغايه دلوقتي يا عبدو. ايه ده؟ معقوله يا شيماء انت لسه بتدعيلي لغايه دلوقتي؟ ايوه طبعا يا عبدو، بدعيلك لغايه دلوقتي. وعلى كده بقى يا شيماء بتدعيلي نفس الدعاء؟ لا يا عبدو، غيرته وبقيتي تقولي ايه بقى يا شيماء؟ اللهم ارني فيه عجائب قدرتك. احي. النهارده يا ولاد انا هقيم مستواكم بالاسئله دي. قول لي ياض يا فجله، البقره بتدينا ايه؟ بتدينا اللبن طبعا يا استاذ. جدع ياض يا فجله، برافو. وانت ياض يا عنبه، الخروف بيدينا ايه؟ بيدينا طبعا السوف واللحمه يا استاذ. ايه ياض الحلاوه دي؟ وانت ياض يا برهوم قول لي. اقول لك ايه يا استاذ؟ عايزك تقول لي ياض يا برهوم، الحمار بيدينا ايه؟ بسيطه، الحمار بيدينا دروس يا استاذ. امال ما رحتش جبت القبض بتاعك؟ يعني بيقولوا نزل. لا انا القبض بتاعي بيقعد يوم زياده عشان انا اعلى منكم. اللي هو ازاي يعني اعلى مننا؟ يا ابني انا راجل متجوز، عشان كده القبض بتاعي اعلى منكم، عشان كده بيتاخروا في القبض بتاعي عقبال ما يعدوا فيه. ايوه يا عم الله يسهل لك، تلاقيك بتقبض لك 3 ولا 4. لا بصراحه 3 بس. ما طلعهاش في دماغي بقى لا اروح اتجوز 3000، ده الواحد يعمل مصلحه بيهم. 3000 دي انت شكلك طيب قوي. ده هم يا عم 3 جنيه امي، انتوا بتقبضوا 630 وانا بقبض 633. ايه يا عم ما تهدي شويه، انت سايق طياره؟ انت بتفهم في السواقه يا ابني؟ لا ما بفهمش. خلاص انكتم بقى وما اسمعش صوتك خالص. يا عم طب حاسب الناس اللي قدامنا هتدوسهم. يا ابني يا حبيبي، انت بتفهم في السواقه او ليك فيها؟ لا ما بفهمش بصراحه. خلاص يبقى حط لسانك جوه بقك عقبال ما نخلص المشوار الاسود ده. الله، هو انت بتكلمني كده ليه يا عم الحاج؟ هو انا بشحت منك؟ وقف يا عم العربيه دي، انا نازل، انا مش هكمل معاك. يا حبيبي لاخر مره، انت بتعرف تسوق؟ ايوه يا عم بعرف اسوق. طب تعالى وقف العربيه، بوس ايديك. بقول لك ايه يا جندي عبده، ايه اللي انت ماسكه في ايدك ده؟ اللي في ايدي ده سلاحي يا فندم. غلط، اللي في ايدك ده مش سلاح، ده مراتك وشرفك يا عسكري. قول لي دلوقتي انت ماسك ايه؟ انا ماسك مراتي يا فندم. قول لي يا جندي يا مستجد، ايه اللي انت ماسكه في ايدك ده؟ انا ماسك مرات الجندي اللي جنبي يا فندم. بابا انا قابلت شيخ النهارده يا بابا. وايه اللي حصل؟ حط ايده على راسي يا بابا وقال لي انت خلاص دعوتك هتبقى مستجابة. كلام جميل، طب ادعي لي دعوة. ربنا يرزقك يا بابا بفلوس كتير. يا حلاوة يا ولاد، كل دي فلوس؟ بقول لك ايه يا حبيبي، ادعي لي تاني. ربنا يديك على قد نيتك يا بابا. ليه يا ابني الدعوة دي؟ حرام عليك. ادعي لي الدعوة الأولانية واثبت على كده. لا يا بابا، الشيخ قال لي ليك 3 دعوات بس، انا دعيت لك 2 وفاضل لي انا واحدة. يا رب تيتا ام ماما ترجع تاني. يا اختي حماتي، من اولها هيغمى عليك، ده انا رجعت لك وقعدها على قلبك. حصل ايه؟ دهبي كله اتسرق يا باشا. طب وانت كنت فين وقت السرقة؟ كنت نايمة يا باشا. والدهب كان فين؟ في أوضة النوم. يعني معقول الحرامي دخل عليكي الأوضة وسرق كل دهبك وانت ما حسيتيش؟ والله افتكرت جوزي يا باشا وخفت يشوفني صاحية يقول لي اعملي لي العشاء. بابا. ايوه يا حبيبي. هو صحيح الحب بيجي بعد الجواز يا بابا؟ وانت عرفت الكلام ده منين يا حبيبي؟ شفت بوست على الفيس يا بابا، عشان كده قلت اسألك. بص يا حبيبي، هو صحيح الحب بيجي بعد الجواز، بس المهم امك ما تعرفش حاجة. ليه يا بابا؟ عشان لو عرفت يبقى انا هنام في الشارع.
الا بقول لك ايه يا ابني، انا عايز اختبر ذكائك واشوفه عامل ازاي. لعلمك بقى انت جيت لابو الذكاء كله. هنشوف وكله هيبان. انا دلوقتي مثلا عايزك تجيب لي جملة حلوة عن جمال الطبيعة. لقد نظرت الى الحقل فوجدت به دودة، والدود انواع كثير. ايه يالا الحلاوة دي كلها؟ يا حاج بقى ما تحرجناش. طب خد عندك بقى كمان سؤال عن الطبيعة. انا عايزك بقى تجيب لي جملة عن الفواكه. لقد نظرت الى الخوخ ووجدت به دود كثير، والدود انواع، دود الحرير ودود الارض ودود البحر. انت ايه يا ابني حكايه الدود معاك؟ انت كنت دوده وانت صغير ولا ايه؟ طب انا هسالك اخر سؤال وهيكون عن الفضاء، وريني هتجيب دود من الفضاء ازاي. ماشي يا حاج اللي انت شايفه. لقد نظرت الى القمر الصناعي بواسطه التلسكوب بعين الذي ياكلها الدود. يا ما انت كريم يا رب، اخيرا لقيت بير وهشرب. على وين يا مصري؟ عايز اشرب. هذا البير حقي، ولو بدك تشرب لازم تشتريه. طب عايز كام في البير بتاعك ده؟ شكله كده ماهوش اكتر من 50 جنيه، فاقول له هاتها وخلاص. ب50 يا مصري. لما اروح اجيب حاجة اشرب بيها. على وين يا مصري؟ هشرب يعني هعمل ايه؟ لا انا بعتلك البير، ما بعتلك المية اللي داخل البير. انت اللي جيت لي في ملعبي، اصلك ما تعرفش انا منين من مصر. تصدق انا لسه كنت هكلمك في نفس الموضوع ده. خلاص ادفع 300 يا مصري واشرب براحتك من المية. لا انا مش عايز المية دي، يا تاخد المية بتاعتك من البير يا اما تدفع لي 1000 جنيه. عشان لما تفكر تشغل دماغك ما تشغلهاش على المصري. قول لي بقى يا رجب، اخوك اللي خلص على مراتك؟ لا ده انا يا سعادة الباشا. وليه خلصت عليها بعد 20 سنة جواز؟ والله يا سعادة الباشا كسل مش اكتر، كل يوم اقول بكرة واكسل. بقالك كام سنة متجوز يا عم رجب؟ بقالي 22 سنة. حلو قوي، ممكن تقولي ايه سر السعادة الزوجية اللي خلتك تستمر المدة دي كلها؟ احنا لما جينا نتجوز اتفقت انا وهي ان انا ساعات بتعصب او بتنرفز، فلو دخلت البيت من الشغل متنرفز او متعصب تسيبني نص ساعة ساعة وتروح المطبخ او تروح الأوضة، وبكده الامور بتبقى زي الفل. فكرة حلوة قوي. طب لو هي متنرفزة؟ برضو انا لو دخلت البيت لقيتها متعصبة او متنرفزة او في حاجة مزعلها فبطلع الشارع شوية. حلو. انت بقى بتاخد نص ساعة ساعة قبل ما تهدى، هي بقى بتاخد قد ايه لغاية ما تهدى؟ والله انا بقالي 22 سنة في الشارع. مالك بس يا ابو حسن، ايه اللي مزعلك؟ الولية بنت اللذينة بدل ما تسميني على التليفون جوزي حبيبي او حتى ابو العيال، قال ايه مسمياني مكنة الصراف. وانت زعلان يا اخويا عشان مسمياك مكنة الصراف؟ ايوه طبعا لازم ازعل، واحنا صغيرين على الكلام ده. امال انا اعمل ايه؟ ده انا شيماء مسمياني ابو لهب اللي مقلعني الدهب. بقول لحضرتك ايه لو سمحت، انا كنت عايزه اقدم عندكم في الشركه. تمام، بس انت عارف المرتبات عندنا بتبدا من كام ولا ايه؟ وانا اعرف منين يا فندم؟ احنا المرتبات بتبدا عندنا من 2000 جنيه وبعد 3 سنين هتبقى 5000 جنيه. طب سلام انا بقى يا فندم. انت مجنون ولا ايه؟ مش انت قلت عايز تشتغل معانا؟ هو انت مش بتقول المرتب دلوقتي من 2000 جنيه وبعد 3 سنين هيبقى 5000 جنيه؟ خلاص اجيلكوا بعد 3 سنين بقى. هو بعينه بغباوته، بقول لك في الاول المرتب 2000 جنيه، وبعد ما تشتغل وتثبت نفسك في الشغل هتاخد 5000 جنيه خلال 3 سنين. ايوه ما انا بقول لك هجيلك بعد 3 سنين عشان اخد ال 5000 جنيه على طول. الواحد تعب قوي يا فوزية. ليه بس يا عبدو، مالك؟ احكيلي. الواحد بقى حاسس يا فوزية ان هو عامل زي الحيوان في زريبة. حيوان ازاي بس يا عبدو؟ مالك فهمني. الواحد يا فوزية بيصحى الصبح يجيب العيش زي الحمار ويروح الشغل زي الحصان، يجي ياكل زي البهايم وفي اخر الليل ينام جنب جاموسة. ايه؟ بابا هو صحيح الواحد لما بيتجوز بيمشي يكلم نفسه؟ لا طبعا يا حبيبي، هو مين اللي قالك الكلام ده؟ امال ايه يا بابا؟ يا حبيبي الواحد لما بيتجوز مش بيمشي يكلم نفسه، لا ده بيرد عليها كمان. بقول لك ايه، مش ناوي تبطل ام الهباب اللي بتشربه ده؟ مش لما تبطلي انت ام المكياج اللي بتحطيه؟ وانا يعني بحط لنفسي؟ ما انا بحط لك مكياج عشان تشوفني حلوه. خلاص وانا كمان بشرب عشان اشوفك حلوه. بابا الحقني انا عملت مصيبه. عملت ايه يا بوز الاخس؟
انا كنت بصيف مع واحد صاحبي حلو. ماشي وبعدين؟ المهم ان هو ما بيعرفش يعوم. ايوه وايه اللي حصل؟ فقلت له سيب نفسك للميه خالص وهي هترفعك. انا كده غلطت؟ لا ما غلطتش، بس لما ساب نفسه للميه رفعته. هي رفعته بس رفعته فوق خالص. يخرب بيتك موت الولد. الا بقول لك ايه يا ابني؟ اتفضل يا حاج قول. قول لي يا ابني، انت شايف نفسك ذكي لحد فين؟ لا لو على الذكاء فانا كنت بفطر ذكاء من صغري. طب حلو قوي، قول لي بقى ليه القطر مهم؟ مهم طبعا عشان تحتيه خطين. وحياة امك في ايه يا حاج؟ انا قلت حاجة غلط ولا ايه؟ لا ما قلتش. طب هسألك في حاجة تانية. قول لي يا ابني، ليه المية بتطلع صوت وهي بتغلي؟ اكيد لان الجراثيم بتصرخ وبتطلب المساعدة. ايه قد الذكاء ده كله يالا؟ يا عم عيب بقى ما تحرجناش. طب اخر سؤال ويا ريت تجاوبه صح. امتى يا ابني الندى بيتكون؟ بتتكون لما الارض بتنها تلف وتتعب فبتعرق فالندى بيبدأ يتكون. انت يا ابني جنسك ايه؟ حرام عليك هتموتني. امال لو ما كنت ذكي كنت هتعمل فيا ايه؟ اوعى بس اكون بجاوب غلط. انت يا ابني ما قلتش حاجه غلط، انا اللي كنت حمار وما قدرتش القدرات اللي عندك دي. يا عيني اتصدم من كتر الذكاء ما قدرش يستحمل. بقول لك ايه يا ريس، ممكن تديني بق ميه عشان مش لاقي ميه في الصحراء اللي انا فيها دي. ما ينفعش والله، عشان دي بتاعتي انا وصاحبي، هو ليه نصها وانا ليا نصها. معلش يا ابني، طب اديني بق ميه من النص بتاعك. مش هينفع والله اديلك عشان النص بتاعي اللي تحت. ده انت شكلك منوفي. ايه ده؟ عرفت ازاي؟ الحقني يا صاحبي انا واقع في مصيبه. في ايه يا عبدو مالك؟ النهارده الصبح كنت هنده على مراتي باسم عفاف جارتنا. طب بص يا صاحبي، انا هقولك على خطه في منتهى الذكاء. انت هتجيب قطه وتسميها عفاف، وبكده يا صاحبي لو قعدت تقول عفاف من هنا لبكره مراتك عمرها ما هتشك ان هتفكرك بتنده على القطه. عايزه اقولك ان دي تبقى مصيبه. يا عم ولا مصيبه ولا حاجه، اعمل بس زي ما بقولك. اصلك يا صاحبي مش فاهم حاجه، مراتي جايبه قط من 4 شهور ومسمياه ابراهيم. بطاطس وتفاح وطماطم، بطاطس وتفاح وطماطم، طماطم وتفاح وبطاطس، طماطم وتفاح وبطاطس، طماطم ولحمه. انا نسيت اللي امي قالتهولي. ياما قلتلك 100 مره اكتبي لي الطلبات في ورقه. انا ما حصلتش السمكه اللي بتنسى كل 5 ثواني حتى. ايه رايك يا استاذ عبده؟ لا بجد تسلم ايدك، بس الحواوشي ابو 3 جنيه ده بلدي يا عم سعيد. بلدي والله يا استاذ عبده. امال ده بكام؟ ده ب5 جنيه يا استاذ عبده. بس ازاي ب5 جنيه والبلدي ب3 جنيه بس؟ عشان ده بوليسي يا استاذ عبده. ايه؟ الا بقولك ايه يا فوزية؟ اتفضل يا عبد قول. احنا كده داخلين على السنة الجديدة. طب ما انا عارفة، هو في حاجة؟ ايوه انا بعرفك عشان لازم نقلل ونوفر في المصاريف شوية. حلو قوي الكلام ده، بس نبدأ نوفر ازاي؟ يعني نبدأ نلغي عيد ميلادك اللي جاي. يا راجل يا بخيل، انت بتعمل كل ده عشان تلغي عيد ميلادي؟ بقولك ايه يا عبدو؟ خير يا فوزية، عايزة ايه؟ ما تيجي نعمل زي كل راس سنة. اللي هو ايه يعني؟ كل واحد فينا يكتب امنيته في ورقة وندفنهم زي كل راس سنة. ماشي يا فوزية وانا موافق. قولي بقى يا عبدو، اتمنيت ايه في 2025؟ اتمنيت ان اشتري قصر كبير وفيه حمام سباحة. غريبة يعني. هو ايه اللي غريب يا ولية؟ اصل انا كتبت امنيتي اننا نلاقي الفلوس اللي ضاعت علينا بسبب امنياتك القديمة. الا بقولك ايه يا عبدو؟ خير يا فوزية، عايزة ايه؟ انا زهقت من قعدة البيت يا عبدو. طب وانا اعمل ايه؟ ما تيجي نخرج النهاردة يا عبدو؟ مش هينفع عشان انا معيش فلوس. طب تعالى نتمشى وهو مش هتصرف حاجة. مش هينفع يا فوزية، انا جاي من الشغل تعبان وعايزة اريح جسمي شوية. هو انا كل ما اقولك على حاجة تقولي ما ينفعش؟ عايزة ايه يا فوزية؟ عايزة اخرج معاك زي زمان يا رجب. نعم نعم. طب احنا خرجنا زمان ورجعنا متجوزين، امال لو خرجنا المرة دي هيحصل ايه؟ ايه يا حبيبي، مراتك ولدت ولا لسه؟ باركيلي يا امي. بسم الله ما شاء الله. جابت ايه يا حبيبي؟ جابت توأم يا امي. ما شاء الله يا حبيبي. ولاد ولا بنات؟ بنات وشبهك يا امي زي القمر. طب وناوي تسميهم ايه يا حبيبي؟
ناوي اسمي واحدة على اسمك يا امي والتانية على اسم حماتي. لا ما تسميهمش دلوقتي. ليه يا امي؟ استنى لما اجي وانقي. تنقي ايه يا امي؟ هو كيلو جوافة؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الا بقول لك ايه يا ريس، هو انت قدامك قد ايه وتخلص؟ والله يا باشا انا قدامي فوق الساعة كده وزيادة. يعني اعدي عليك كمان ساعة كده؟ يعني يا مسهل الحال اكون خلصت. من عيني حاضر. السلام عليكم. وعليكم السلام. هو انت قدامك قد ايه وتخلص يا ريس؟ هو انت مش جيت لي امبارح وقلت لك عدي عليا كمان ساعة وحضرتك ما جيتش؟ معلش امسحها فيا، اصل حصل عندي ظرف. ولا يهمك يا باشا. هو انت بقى قدامك قد ايه وتخلص؟ لا ده انا قدامي يجي 4 ساعات. من عينيا يا ريس، 4 ساعات كده وهعدي عليك. السلام عليكم. وعليكم السلام. هو انت قدامك قد ايه وتخلص يا ريس؟ هو انت يا جدع انت حكايتك ايه بالظبط؟ انت كل يوم تيجي تسألني وما تجيش. لا ده بتحصل ظروف عندي. قول لي بس انت قدامك النهارده قد ايه وتخلص؟ قدامي النهارده يجي 5 ساعات. ان شاء الله لما تخلص هجيلك. سيب ياض اللي في ايدك ده وروح شوف الزبون ده كل يوم بيجي يسألني وبيروح فين. حمامة يا معلم. زباين اخر زمن، كل يوم يجي يسألني ويزاولني وفي الاخر ما يجيش. يمكن ظروف يا ريس، يمكن. ها ياض عرفت بيروح فين؟ بيروح عندك البيت يا معلم. ايه؟ ايه يا ابني مالك؟ في ايه؟ وشك مخدود كده ليه؟ ما تخافش يا عبدو مفيش حاجة. يعني انت جايبني على ملا وشي وفي الاخر تقولي مفيش حاجة؟ ازاي يعني؟ بص يا عبدو انا كنت عايز اقولك على سر كده بس ما تقولش لحد عليه. عيب عليك يا صاحبي، اعتبر سرك في بير. انا بصراحة مزنوق في 3000 جنيه وعشان دخلة العيد والمصاريف وكده ما انت عارف. يا جدع عيب عليك، مش قلتلك سرك في بير ولا كأني سمعت منك حاجة. أمركم عجيب أيها المصريون. في إيه يا خواجة؟ ماذا تصطاد أيها المصري في الصحراء التي لا زرع بها ولا ماء؟ مالكش دعوة يا خواجة، روح يلا ربنا يسهلك، خلي ربنا يكرمنا. أرجوك يا حبيبي قولي بتصطاد إيه؟ استغفر الله العظيم يا رب. يعني أنت عايز تعرف يا خواجة أنا بصطاد إيه؟ يس يا حبيبي يس، بس هيبقى ليا شوية طلبات عشان أقولك يا خواجة. اوكي يا حبيبي اوكي، اؤمر اللي انت عايزه. روح هاتلي فرخة مشوية وحاجة ساقعة وعروسة سجاير. 1 minute يا حبيبي. يا رب صبحنا وربحنا ومن شرطة السياحة وريحنا. خد يا حبيبي جبتلك كل اللي انت عايزه. بص يا خواجة انا عايز اقولك كلمتين الاول. قول يا حبيبي قول. من تدخل في ما لا يعنيه سمع ما لا يرضيه. يعني ايه يا حبيبي؟ يعني ببساطة كده انت تاني واحد اصطاده النهاردة. الو. ايوه. هو انت فين؟ انا رجعت من الشغل ما لقيتكيش ولا انت ولا العيال في البيت. ايوه عشان انا سبت البيت للابد واخدت العيال معايا كمان. يعني سبتي البيت واخدتي كمان معاكي العيال؟ ومش راجعة تاني كمان. ماشي يا ستي براحتك. احسن عشان تروح تشتكي لاخواتك براحتك وتقول لهم ان انا اكلي ملوش طعم. هو انا كده يعني ظلمتك؟ ما هي دي الحقيقة. بقول لك ايه سيبني بقى عشان انا عايزه انام. طب سلام. بقول لك ايه صح ما تنساش تطفي النور وتقفل الغاز واوعاك تسيب اكل بره التلاجة. حاضر يا ستي. وما تسيبش صحون وسخة في الحوض او حلل مش نضيفة على البوتاجاز. حاضر. بقول لك ايه صح ما تسيبش باب التلاجة مفتوح او الشبابيك والبلكونة عشان ما يدخلش تراب. انا مش عارف انت شاغله بالك ليه، مش انت سبتي البيت خلاص؟ بقول لك ايه انا كنت مطلعه كيس لحمه من الفريزر وملحقتش اعمله وحطه في الفريزر تاني عشان ما يبص. ليه وحد قالك ان انا هنام من غير اكل؟ انا هسوي اللحمه واكلها. طب الرز هتلاقيه عندك في التربو والسمنه هتلاقيها في دولاب المطبخ اللي فوق والطماطم في التلاجة والبصل في البلكونه. طب وليه وجع القلب ده كله؟ ما تيجي تعمليهم انت وتمشي تاني. انا ما صدقت ريحت دماغي. اوعى تحط الحاجه على البوتاجاز وتنساها.
هو انت كده ريحتي دماغك؟ حاضر يا ستي مش هنسى. بعد ما تاكل تغسل المواعين والحلل وما تسيبش حاجة وسخة. خلاص يلا اقفلي، وجعتيلي دماغي. بعد ما تخلص هتلاقي الشاي في دولاب المطبخ والسكر مع التوابل، اوعى تحط ملح مكان السكر. خلاص مش شارب شاي ومش هاكل كمان يا ستي، انا هصوم. تصدق بيه انا شلت الهم اكتر ما انا كنت عندك. خلاص تعالى خدني يلا 10 دقايق والاقيك قدامي. ايه خايفة عليا ولا ايه؟ لا يا اخويا انا خايفة على الشقة والمطبخ منك. يا فوزية تعالي لي هنا. في ايه يا عبدو؟ انا عايزة اعرف حاجة يا ست هانم، هو انت مش قاعدة في البيت؟ ايوه قاعدة في البيت. ليه في حاجة ولا ايه؟ امال البيت مش نضيف ليه؟ ولا مترتب ولا متروق ولا معمول فيه اي حاجة، مع انك قاعدة اليوم كله في البيت فاضية ما بتعمليش حاجة. طب ممكن انت تقولي هو احنا مش معانا فلوس ليه؟ مع انك انت قاعد طول اليوم في الشغل. سنة كاملة عمال تذاكر فيها وجايب لي مجموع ما يدخلكش اي كلية، ده ما يدخلكش حتى الحمام. اعمل ايه بس يا بابا؟ ما السنة 365 يوم بس. وحياة امك يعني 365 يوم مش مكفينك انك تذاكر فيهم؟ طب احسب معايا كده يا بابا، السنة فيها 52 يوم جمعة اجازة. ماشي خليني معاك للاخر كده، يبقى لسه فاضل 313 يوم. وشيل كمان 2.5 شهر اجازة اخر السنة والاجازات الرسمية، كده يبقى فاضل 238 يوم، يعني برضو تقدر تذاكر فيهم براحتك. و122 يوم لو هنام بس 8 ساعات كل يوم. 116 يوم. والاكل والشرب ودخول الحمام يعني شيل كمان 19 يوم، بقوا 97 يوم. وشيل كمان 19 يوم زيارات لخالاتي وعماتي وقرايبنا كلهم، بقوا 82 يوم. و42 يوم مشاكل نفسية، بقوا 40 يوم. وشيل كمان 30 يوم شهر رمضان شهر العبادة. ولا انت عايز ابنك يدخل النار؟ بارك الله في ابو شكلك ده، انت ما بتركعهاش يالا. كده يبقى فاضل 10 ايام. وشيل كمان 9 ايام امراض طول السنة. يا نهار اسود، ده كده مش فاضل غير يوم واحد، يعني بتذاكر يوم واحد بس في السنة؟ لا طبعا يا بابا، ده يوم عيد ميلادي واكيد طبعا مش هذاكر فيه. الواحد والله خايف لا تكون الولية عارفة ان انا متجوز، لما انده عليها واسألها كده اشوفها عارفة ولا لأ. يا شيماء تعالي هنا يا شيماء. ايوه يا رجب. بقولك ايه يا شيماء، لو واحدة عايزة توقع ما بيننا وراحت جاية قايلالك اللي جوزك متجوز عليكي، هتعملي ايه؟ هقول لها وايه يعني؟ ما الشرع محلل له 4. والله طلعتي اصيلة يا شيماء وعاقلة كده وراسية. امال انت مفكر ايه يا رجب؟ هو احنا لينا غيرك؟ فاكر لما كنت بتتكلم مع صاحبك ابو احمد بالليل وبالنهار في التليفون؟ ابو احمد؟ وانت ايه اللي فكرك بالموضوع ده؟ طب فاكر من يومين لما طلعت لك ولقيتك واقف على السلم وبتتكلم مع ابو احمد صاحبك؟ فاكر. وكنت بتتكلم في التليفون وعينك بتلمع، واول ما شفتني كأنك اتصدمت؟ ايوه. فاكر بقى وقتها لما اعطيتك تمضي على ورقة استدعاء ولي الامر بتاعت ابنك في المدرسة ومضيت عليها من غير ما تبص؟ فاكر. ما خدتش بالك بقى من اي كلمة كانت مكتوبة في الورقة؟ ما انا مضيت عليها يا شيماء وانا مطمن ان انا عارف ان عمرك ما هتأذيني. انت عارف بقى الورقة اللي انت مضيت عليها دي تبقى ايه؟ تبقى ايه يا شيماء؟ دي بقى كانت تنازل منك على البيت والعربية والدكان وكل ما تملك، وكتبت كل حاجة باسمي. وخلي بقى ابو احمد صاحبك ده يرضى بيك بعد ما بقيت على الحديدة وما حلتكش ولا جنيه. ايه يا شيمو عاملة ايه؟ الحمد لله تمام. انتي صاحية ليه بدري كده يا شيماء؟ مفيش، بعمل الفطار لابويا عشان ينزل الشغل. ما قلتليش كنت سهران لحد الساعة 4 الفجر امبارح ليه؟ عادي يا شيماء، كنت قاعد بتفرج على التلفزيون. بتتفرج على التلفزيون ولا بتكلم بنات؟ بكلم بنات ازاي يا شيماء؟ ما انتي كل شوية ترني عليا امبارح بالليل وما لقيتنيش ولا مرة انتظار. ايوه يا اخويا ما لقيتكش انتظار، بس طول الليل وانت فاتح النت. انتي بتراقبيني ولا ايه يا شيماء؟ لا مش براقبك، بس عايز اعرف كنت سهران ليه. ما عنديش مشكلة اللي انا اقولك كنت سهران ليه يا شيماء، بس مش هتضحكي على كلامي. واضحك على كلامك ليه؟ ما تقولي بقى كنت سهران ليه؟ اصل امبارح يا شيماء كان في 4 دبانات مدوخيني ومخليني مش عارف انام. طب وموتهم؟ لا بصراحة كنت مراقبهم. طب وكنت مراقبهم ليه؟ اصل هما كانوا 4 دبانات، 2 ذكور و2 نساء.
اكيد انت بتهزر صح؟ وانت عرفت نوع جنسهم ازاي؟ انا بقى هقولك انا عرفت ازاي يا شيماء. اصل لقيت واحد واقف عند علبة السجاير فعرفت اللي ده ذكر. طب والباقي عرفته ازاي؟ اما الدبانة التانية يا شيماء لقيتها واقفة عند المراية فعرفت ان دي انثى. طب والاتنين التانيين؟ اما الاتنين التانيين لقيتهم واقفين بيتخانقوا مع بعض على مصروف البيت.